من كام يوم كنت مخلص مسلسل ابن النادي، وبصراحه المسلسل عجبني، بس يعني كان فيه كام حاجه كده يعني ما كانتش لطيفه وما كانتش لها لازمه تضاف للمسلسل. بس بدل ما اقعد اعيد وازيد في نفس المعنى، شيك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك، ويلا تعالى اقول لك ازاي مسلسل ابن النادي هو اكتر مسلسل واقعي لكره القدم في مصر. طبعا هبدأ بالإيجابيات والحاجات الحلوة اللي في المسلسل اللي عجبتني، وأنا مش ناقد سينمائي ولا الكلام ده كله، أنا فاهم، أنا جاي بقول رأيي كمشجع كورة واتفرجت على المسلسل وعجبني، أو كمتفرج عادي يعني. هتقولي بس أنت فيديوهاتك مالهاش علاقة بالتمثيل وكده. أنا زي ما قلت لك أنا جاي أتكلم على الكورة، وإن المسلسل له علاقة بالكورة فحق أتكلم. عليه سيادة المصر. المسلسل ده اكتر عمل واقعي عن كرة القدم في مصر. يعني مثلا فيلم العالمي وكابتن مصر والحريفة مع احترامي ليهم ما قدروش يبقوا واقعيين. هتقول لي ازاي العالمي مش واقعي يعني؟ هقول لك فيلم العالمي الحاجة الواقعية اللي فيه هو عمر الصافي. بيهتفوا باسمي في الاستاد. صافي صافي عمر يا صافي. لما جالي الرباط من 4 سنين كل ده راح فجأة، ولاعيبة كتيرة طلعت مكاني. بس أنا مش ده اللي مضايقني. أنا عارف إن كل لعيب مننا بياخد وقته وبعدين بح. وكلام ابو مالك اللي في اول الفيلم. نستاهل، دي فرقه وسخه، مالنا احنا ومال كاس العالم. ما تزعلش نفسك، انا هدخل ماسك كاس العالم تاني. وبقابلني. انما حته انه رجع بعد الحادثه ورجع مصر كاس العالم والكلام ده نهايه سعيده عشان الفيلم مش اكتر. انما في الواقع مصر ما تاهلتش كاس العالم، والواقع ان هي دي حياه لاعب الكوره اللي هو عمر الصافي. ده اغلبيه لعيبه الكوره بتنتهي بكده، ان هو بيتنسى حرفيا، الا طبعا لو كان لعيب اهلي او زمالك وكان له شعبيه كبيره يعني بيعرف يكسب الجمهور ليه. كامل اللي هقوله في حرق للمسلسل، فلو انت عايز تتفرج عليه فاهم ما تتفرجش على الحلقه، لان انا هقول كام حاجه تحرقها. طيب اختصار سريع، عمر الشعلة هو ابن رئيس النادي امين الشعلة، لكنه توفى لانه كان بيشرب يعني حاجه كده مش لطيفه. المهم عمر مسك النادي والفريق ما كانش فيه فلوس، واللعيبه والجهاز الفني مشيوا، فكان لازم يجيب مدرب وجهاز فني جديد. طبعا في الاول كلم مدربين كتير لكن كلهم رفضوا عشان هو شخصيا وعشان خاطر المقابل المادي طبعا. فصاحبه صيام قال له عندي ليك مدرب كبير ومش هياخد كتير، وراحوا للكابتن اسامه الأعرج على القهوه عادي يعني. والمسلسل مش بيعرض بس حاجات مضحكه ومخزيه في الكوره، لا ده كمان بيتريق على فكره ان العيل بيجي في رزقه. انت ست عقيمه والحاله الماديه مش احسن حاجه، فانا هروح اتجوز واحده تانية تجيب لنا عيل، العيل يجي برزقه، رزق يتوزع علينا احنا الثلاثه، دورك في الاعتراف. وكلنا عارفين ان العيل بيجي برزقه طبعا، وده جهل يعني فاهم، يعني ما تاخدش كلامي بجد، ده جهل يعني، اللي بيقتنع بكده ده جاهل لا مؤاخذه يعني في الكلام. يعني مثلا انت فاهم ما تبقاش قادر يعني تاكل نفسك وتروح تتجوز وتخلف لك 3 عيال، وفي الاخر نلاقي مراتك نازله بتشحت او انت بتشتكي ان معكش فلوس. طب وانت بتتجوز ليه وانت مش قادر تعمل اسره؟ فاهم يعني الموضوع غريب يعني. المهم نرجع تاني للكابتن اسامه. الراجل كان بيراهن، ودي حاجه عجبتني في المسلسل ان هم اخدوا الموضوع بشكل تريقه على بتوع المراهنات، مش اخدوا ان الموضوع وبيجيب فلوس وبتاع، لا بين لك ان هو راجل اهبل، ان هو بيراهن وبيخسر فلوسه وبيتهزق. المهم طلبات الكابتن اسامه بالنسبه لعمر الشعلة ان هي طلبات عادي يعني، بالنسبه ان عمر رئيس نادي فدي يعني دي اقل طلبات طلبها مدير فني في التاريخ. لكن الطلبات البسيطه دي كانت احلام للكابتن اسامه زي المرتب مثلا. وفعلا هو ايه اللي يخلي مدرب ياخد له مثلا نص مليون في الموسم؟ يعني معلش يعني في مصر هل مدربين الدوري المصري اصلا متعلمين؟ لا، كتكتيك وممكن كتعليم بجد في منهم مش متعلم بجد خالص. فمثلا مدرب يعني ياخد نص مليون في الموسم. وعندي واحد صاحبي اسمه ساهر في هندسه لما بيمسك في ايده 4 بواكي بيحسب انه فاهم ان هو من عيله القوم وبيملك الدنيا وما فيها. انا حاسس ان انا بملك الدنيا كلها وما عليها. المهم تمام بيتفقوا معاه، لكن لما بيرجع النادي كابتن شريف بيقول له انه قدر يقنع مدرب كبير انه يدرب الفريق، فعمر الشعلة قال له يلا بينا ونسى الكابتن اسامه ريجا. نيجي بقى للقطه اللي بتضحك بجد، لما راح يتفاوض مع المدرب الكبير وهو حرفيا على فراش الموت. اول حاجه سالهم شربت حاجه؟ قالوا له لا لسه. قال لهم هتشربوا وانتوا ماشيين. المهم الراجل عايز العقد بتاعه 4 سنين، وانه يسافر بالفريق بره مصر، وانه كمان هيسافر بره يتمم الصفقات بنفسه. ومش بس كده، ده عايز سنه جديده كمان بخلاف ال4 سنين عشان يمسك قطاع الناشئين، وكل ده هو مش قادر ينزل يقابلهم تحت مثلا في الصاله او في الصالون فاهم يعني، ومقابلهم في اوضه النوم عادي. فالكابتن شريف قال له انت كده كتير عليك، انت يعني مش هتقدر تعمل كل ده يا كابتن. قال له جرى ايه يا شريف؟ ما انت عارف تاريخي يا اخي. اللي هو ايه بجد اللي نفسي اساله لاي مدرب مصري، انت ايه تاريخك؟ انت مين يالا؟ قول لي انت مين؟ بخلاف الكابتن حسن شحاته يعني. ومش بس كده، لا ده عايز 6 مليون جنيه شرط جزائي، وده واقع مرير عايشين فيه مدربين مصر كتير او بره مصر يعني. بيجي يعمل سبوبه في مصر يعني، مثلا بيكون مدرب كبير سنا طبعا بيدرب وبياخد فلوس كتير من غير سبب وما بيعملش حاجه خارقه يعني فاهم يعني. لما بيكسب او بيتعادل مع الاهلي او الزمالك او بيراميدز بالنسبه له بطوله، ولما يحصل تعثرات كتير فاهم اللي هو ايه، لو دراعهم مشيني مشيني وهات لي فلوس يا عم، عايز تمشيني مشيني، يا اما تسيبني بقى مع النادي وانزلك درجه تانية. المهم الراجل مات وهم بيتفاوضوا معاه.
فعمر رجع للكابتن ريجا تاني وفعلا اتفقوا انه هيدرب الفريق ب 15,000 جنيه بدل 10 بواكي. والكابتن اسامه اتفق ان هو مش هيدرب الفريق في ماتشات الاهلي لان هو كان كابو كبير مشجعين الاهلي. بس انت مش متخيل النادي الاهلي بالنسبه لي. صلى على النبي يا كابتن شادي. المهم في المؤتمر الصحفي كابتن ريجا بان قد ايه ان هو مثقف وكمان عارف معلومات وعارف يضحك على الصحافه والجمهور بكلمتين وطلع ترند زي مدربين كتير نعرفهم بيعرفوا يتكلموا. حاجه اللي الناس مش فاهماها، المعادله ان انت مش واخدها بالها، ان انت خليت اللي هو في اللهم اجعل الصعب سهل وكنت شئت فعل السهل اي يعني الصعب يبقى سهل. تمام. المهم الفريق ما فيهوش غير حارس مرمى واحد. لا هي مش مشكله ما فيش حارس مرمى واحد، لا هو ده اللاعب الوحيد اللي في النادي كله، وراحوا لوكلاء لاعبين عشان يجيبوا لعيبه لكن ولا وكيل وافق. وده للاسف واقع عايشين فيه ان لاعب وفريق يتحكم فيهم شخص اسمه وكيل. المهم الكابتن اسامه دخل اداهم ورقه باللعيبه اللي هو عايزها واغلبهم لعيبه مجانيه واللعيبه الاجانب كانوا في درجات قليله. المهم نروح لمدير الكوره. الكابتن شريف قال للكابتن اسامه عندي ليك مدير كوره كويس. الكابتن اسامه قال له ستوب، انا عندي كابوزيا اللي له هيبه واورا ويعرف يثبتك سواء في الكلام او يثبتك بجد. وده مفهوم مدير الكوره في مصر، يعني انه لازم بيكون بيكربج ويزعق ويشتم ويخصم عشان يبقى مدير الكوره كفء، زي امثله كتير في مصر. وطبعا مدير الكوره لما بيبقى محترم صعب قوي ان هو ينجح، زي طبعا كابتن عبد الحليم علي لما مسك مدير كوره في فيوتشر او المصري. اللعيبه خبيثه طبعا عارف، والحركات اللي بتحصل دي. نروح للضحك بقى لما صيام راح يتعاقد مع اللاعب الاجنبي وكان حصل مشكله وكان هيقتلوه وقالوا له عشان تفادي نفسك لازم تسجل في الحارس ده جول، والصيام ما قدرش يعمل ده لكن في راجل كبير انقذه الحمد لله يعني، وصيام جاب الحارس واللاعب اللي كان عايزه. فبيرجع مصر وعمر كان مبسوط بيه جدا وقال ده الموضوع طلع سهل اهو. لكن كمان جه فجاه وقال له ان اللائحه ما فيش اصلا، ما ينفعش، ممنوع حارس مرمى محترف يبقى في مصر. نرجع للكابتن اسامه اللي كان في لقاء صحفي وحرفيا قال كل حاجه ببقى نفسي اقولها في البرامج، وطبعا كلنا عارفين هو كان بيتريق على مين في اللقطه دي يعني. وحشني اول مره اشوفك. لا انا اقصد بشوفك على التلفزيون طبعا، بس اول مره اشوفك. لا وحشنا يعني، ووحش الجمهور مشتاق يا كابتن عايز ايه. المهم نيجي لموضوع رامي اللي هو لعيب من ابناء النادي، وكابتن ريجا قال حاجه يعني استغفر الله العظيم بس للاسف ده واقع عايشينه من بعض الجماهير الجهله. وركز في بعض انا مش قصدي اهانه لاي حد. شوف يا رامي، احنا شعب عاطفي قوي ونحب اللي عندهم انتماء قوي، فانت لو مضيت معانا ورجعت الفرقه في الظروف دي مش بعيد الجمهور ينصبك اله. استغفر الله العظيم يا رب. انا مالي الجمهور اللي هنصبه، انا اصلا ضد كده. المهم عجبني قوي لقطه ان اللاعب عايز يجدد ب6 اضعاف اللي بياخده، وكابتن اسامه فكره باصله. رامي انت هتاخد فعلا، بس هتاخد بعضك وتقوم تمشي. لا طبعا حتى لو مش مديون انا مش موافق. 6 اضعاف ايه يالا اللي انت عاوز تاخدهم؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ نسيت ايام ما كنت في البلد وتقول انا بشكر الجمهور دهيتي. دهيتي. وطبعا كده في مشكله في اللاعبين، فكابتن اسامه اقترح عليهم يجيبوا لعيبه معتزله بس مش معتزله، بمعنى لعيبه اتنست اللي سابوا الكوره بسبب الادمان والاكتئاب والرقص ايه يمشي شويه حلوين. عمر جاب اخصائيه نفسيه. طبعا الموضوع يضحك لان في مصر مفيش الموضوع ده، بس هو لازم يكون في اخصائي نفسي في الفريق يعني عشان ما يبقاش في التصريحات دي. ما تقول له تعالى عشان نعمل واحد كويس. والمفهوم الاخصائي النفسي ان ده طبعا بيفرق لان لعيب الكوره حاليا بيتعرض لضغوطات رهيبه، يعني معلش بخلاف طبعا ان هو بياخد فلوس مبالغ فيها، لكن بيتعرض لضغط من الجماهير والاعلام وانتقادات كتير قوي يعني فاهم يعني. انت كانسان صعب تتحملها. انت لما مديرك في الشغل بيديك كلمتين انت بتبقى متضايق وعايز تسيب الشغل وعايز تضربه فاهم، لكن ده تتخيل قدامك ملايين بينتقدوك او بيشتموك او اداره او اعلام بيتريق عليك، انت فاهم الموضوع صعب برضه. وطبعا بقى كمان الاعلام بيتلكك عن اي حاجه عشان يقطع في اللاعبين او المدربين او حتى الادارات، وده واقع مرير عايشينه وبسببه لعيبه كتير بتتدمر مع انهم خامه كويسه عادي يعني. نروح لكمال اللي كان بيعمل اي حاجه عشان النادي يقع، زي تسريب اخبار، تسريط لجان على اللعيبه وجهاز فني، توقيع اللعيبه في الجهاز الفني. وده اقرب حاجه كان مجلس الاسماعيلي يعني كان السابق اللي كان بيعمل كل حاجه عشان يوقع النادي، لكن ان شاء الله نادي الاسماعيلي ان يتم انقاذه. المهم نيجي لاهم حاجه جاي اقولها، فريق الشعله اللي اتكون بمدرب من القهوه ومجلس اداره لا يفقه شيء في الاداره واللاعبين شبه معتزلين يقدروا يقعدوا في الدوري. هل عشان هم جامدين؟ لا، عشان كل لعيبه الدوري زي بعضها وقليل قوي اللعيبه اللي هتبقى فارقه مثلا عن لعيبه تانية. في الاخر احب اشكر كل اللي ساهموا في المسلسل ده، خصوصا عبد الرحمن حسن كابوزيا وحاتم صلاح الكابتن اسامه، عشان بجد هم اللي عملوا الروح الاكبر للمسلسل. ومصطفى بسيط او منصور بصراحه كان يعني كل ما بيظهر بيضحكني. احمد فهمي قدم دور لايق عليه فعلا ويعني كنت مقتنع بيه.
وصيام او احمد عبد الحميد عمل دور لا عليه وعجبني بصراحه. المهم نيجي للسلبيات. في بعض الحاجات يعني ما كانتش لها لازمه زي البنات والخمره وبعض الالفاظ. هتقول لي يعني عادي يا عم دي بتخدم الكوميديا وكده. هقول لك والله لو كنت شلت البنات من المسلسل هيفضل حلو عادي. انا فاهم ان المخرج عايز يبين قد ايه ان عمر مستهتر وكده، بس عمر اللي كان بيعمله ده كبائر. وفي سلبيه تانية بصراحه انا مش فاهمها، الكابتن ايمن الكاشف يعني بصراحه صوته مزعج قوي. هي ارزاق انا عارف، بس يعني مش عارف الكابتن ايمن الكاشف اللي بيطلع في الاعمال فين ايام كابتن مدحت شلبي. وطبعا كان في حاجات مش واقعيه زي ان الفريق كان كاسب الدوري، طب هي فين بطوله السوبر ودوري ابطال افريقيا؟ وحته ان الكابتن اسامه كابو انه ما دربش ماتش الاهلي، بص انا فاهم مليون في الميه ان هي دعايه، خصوصا ان حاتم صلاح في الاصل زملكاوي اصلا، فهي هتبقى حركه حلوه لو انت اهلاوي وانت ممكن ما تتقبلهاش كزملكاوي، بس مش معناه ان انت تنتقد المسلسل كله. في الاول والاخر ده مسلسل كوميدي، وانه ممثل زملكاوي يمثل دور كابو اهلاوي ده عشان يبين لك انها في الاول والاخر كوره عادي يعني، فاهم؟ ده ترفيه، لازم يكون في تسامح. يعني مثلا هو مش ممثل لك دور واحد يهودي بيقول ان اليهود كويسين، لا دي كوره ترفيه. وفريق الشعلة هو لازم يكون حال الكوره في مصر كماديا، لان فنيا كل فرق الدوري المصري كده، بخلاف الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري ووادي دجله وانبي، لان دول اثبتوا فعلا ان هم بيقدروا يطلعوا لعيبه كويسه وان هم بينافسوا. حتى في فرق منهم ما بيكونش معاه فلوس زي المصري، اغلب الفترات ما كانش معاه فلوس وكان بينافس وبيلعب افريقيا ووصل نهائي كاس مصر. وادي دجله اللي مطلع عمر مرموش ولاعيبه كتير قوي يعني منهم زيزو، وانا لو فتحت اللائحه مش هنخلص. انبي اللي قدم كتير قوي للمنتخب ومصر على مر السنين، يعني فاهم؟ دي فرق بجد فادت الكره المصريه اخر فتره. فبس ده كان كل اللي عايز اقوله. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، وبس كده. يا رب دايما تكونوا بخير، والسلام عليكم. يا نهار اسود، ده خلاص، ده ربنا يكون في عونه، ده ربنا يعينه. لا لا لا، ربنا يعينك، ربنا يعينك، وحياة ربنا انا مملكش غير ان انا ادعي لك، وحياة ربنا لا املك الا ادعي لك. ربنا يعينك، ربنا يكون في عونك، ربنا يهديك ويهدينا، ما الهدايه للجميع. لا يا راجل، لا 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 لا، ده في حاجه، ده في حاجه.